عطار عجوز قال لي هاتي قشر البرمان واوعي ترميه واستعدي لدخول الشتاء وكمان دخول المدارس. اهلا وسهلا بيكي في شغلة وحكاية. النهارده معايا وصفة روعة جدا جدا. كنت بشتري طلبات كده من عند العطار، وراجل كبير في السن كده البهارات بتاعته تحفة جدا في المكان اللي احنا قاعدين فيه. فلقيته بيقول لي اوعي تاني ترمي قشر الرمان، هاتي كده برطمانات نظيفة معقمة وجمعي فيه قشر الرمان. ومن يوم ما قال لي على الوصفة دي وانا بعملها على طول، وفعلا فعلا وصفة ممتازة جدا جدا. وبدعي له من يوميها لانها افادتني جدا. الفيديو مليان افكار. يلا بينا ادعمينا كده بلايك جميل منك وشير للفيديو ان شاء الله يعجبك. وكمان كومنت حلو عرفيني بتتابعيني من اي مكان داخل مصر ولا خارج مصر. طبعا بكون سعيدة جدا وفرحانة. طبعا دلوقتي الرمان مالي السوق. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تحت في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات. وهاتي كده الرمانية الحمراء الجميلة، شايفة اللون روعة. واغسلي طبعا قشر الرمان كويس جدا. طبعا احنا بنغسل الرمان قبل ما نفصصه، وبعد ما تفصصيه جمعي كل كمية القشر الجميلة دي. طبعا البرطمانات ازاز، لازم تكون ازاز ومغسولة كويس جدا ومتعقمة. وكمان القشر زي ما انا قلت لك مغسول ومتعقم وزي الفل. هنسمي بالله كده ونبدأ نقطعه قطع صغيرة كده ونملى البرطمانات دي. جمعي بقى كذا، يعني بصي اعملي الكميه كلها. جمعي كذا برطمان لان بجد الفكره ممتازه جدا وهتعجبك جدا وهتفيدك وتفيد ولادك اكتر حاجه. جبت كده البرطمانات المتعقمه وقطعت فيها قشر الرمان زي ما انت شايفه كده. املي البرطمانات على قد ما تقدري، ولو عندك كذا برطمان كمان بجد مش هتندمي لما تعملي الوصفه الخطيره دي. يلا بينا. اوعي تكوني لسه قاعده وناسيه اللايك الجميل، لايك حلو منك كده وتشجيعي لاختك ان شاء الله عشان قناتنا تكبر بيكم. بعد ما جمعت كده قشر الرمان كله في قلب البرطمانات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ويبقى اللون يكون احمر كده ووردي وجميل، هنجيب بقى طبعا ميه مغليه. اهم حاجه تكون ميه مغليه كويس جدا، يعني برضو ميه من الفلتر كده ومغليه. الورق ده اللي عارفه الشاطر بسرعه اكتبي في الكومنتات، ده ورق الجوافه. هتجيبي كده ورق الجوافه الجميل، طبعا انا جايباه، طبعا كنت في السوق ولقيت ورق الجوافه طبعا مع البياعين في الفاس بتاعت الجوافه. وانتوا عارفين ان انا بحبه جدا جدا وهو مسكر وطعمه جميل ومفيد جدا زي ما احنا عارفين. هتحط كده في كل برطمان 3 4 ورقات زي ما انت شايفه كده بالظبط، طبعا مغسولين ومتعقمين وزي الفل. تمام كده زي الفل. هتجيبي كمان ايه؟ هتجيبي كمان ليمونه، واهم حاجه عندي طبعا صبعي متعور مش عارفه اعصر الناحيه التانيه. فهتجيبي كده نص ليمونه على كل برطمان. البرطمانات دي صغيره، لو بتعملي برطمان كبير حطي ليمونه كامله، لو بتعملي اكبر حطي ليمونتين، مفيش اي مشكله كلها مفيده زي ما انت شايفه كده. وحطي نص الليمونه كمان، غاسلين قشر الليمون كويس جدا، حطي قشر الليمونه معاه. وصفة جميلة ومش هتندمي. خليكي متابعاني، الفيديوهات اللي جاية أحسن وأحسن. وكمان عاملين فيديوهات روعة والأفكار جميلة جدا وبجد هتستفادي منها. لو ما استفدتيش من الفكرة الأولى هتستفادي من التانية أو التالتة أو الرابعة أو الأفكار اللي جاية إن شاء الله. طبعا كده مية مغلية أنا غليها وأخدت منها كده ومليت البرطمانات. وهتغطي البرطمانات دي كويس جدا. لسه كده بس خلصت؟ لا لسه. هتسيبيها كده حوالي ساعتين لما تهدى خالص خالص خالص. انا عايزه الميه بتاعتها اللي بتاعت قشر الرمان وكمان ورق الجوافه وكمان الليمون، كل العصاره دي تنزل في قلب الميه. الميه دي تحفه جدا وكنز بجد. خلاص زي ما انت شايفه كده. تمام. هتجيبي بقى الكوبايه بتاعتك القمر وتحطي فيها معلقه من ايه؟ معلقه من الزنجبيل او الجنزبيل البودر. لو عندك فريش مفيش اي مشكله، معلقه من الجنزبيل او الزنجبيل وهتحطيها بالمنظر ده. حابه تحليها بالعسل تمام، حابه تحليها بالسكر مفيش مشكله، مش حابه تحليها خالص برضو مفيش مشكله. انا هشربها كده من غير اي حاجه. وهتفضي كده من البرطمان زي ما انت شايفه بالمنظر ده كده. طبعا المية لسه دافية، طبعا كانت مغلية وكانت دافية، دلوقتي دافية كده. هنشوف بقى دلوقتي هنقلبها كل وبيقوي المناعة عند الأطفال، خصوصا الصبح كل يوم لازم تشربي ولادك هم رايحين الحضانة والمدرسة حتى لو فنجان صغير من المشروب الخطير ده. طبعا لو في كحة ولا حاجة عايزة أقول لك روعة، كفاية إن هو هيقوي المناعة. لو قوى المناعة بتاعتهم إن شاء الله مش جسمهم مش هيصيبوا أي فيروسات ولا ميكروبات. طبعا الدنيا والأسعار والكلام الجميل بتاعنا ده هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تحت في الكومنتات عشان كلنا إن شاء الله نكسب حسنات. وأهم حاجة معايا في الوصفة النهاردة المية السخنة. مية سخنة بتغلي كده من السخان، وهتجيبي البولة أو الطبق بتاعك اللي انت هتحط فيه أيا كان يعني
اللي انت طبعا هتغسلي منه الحمام كله. وعلى فكرة تنفع كمان الخلطة الجبارة دي لتنظيف الشقة كلها. لما تيجي تمسحي الشقة بتاعتك كلها هتعملي بقى طبعا الكميات دي بس كميات قليلة. يعني دلوقتي انا حطيت كوبايه صغيره كده من اي نوع مسحوق، وكمان حطيت ربع كوبايه من كل ركس الالوان ايا كان شركات او انت عاملاه في البيت، مفيش اي مشكله عندي. كمان عندي برضو بحبه جدا جدا في تنظيف الحمام البريكس. البريكس ده تحفه جدا، الكيس ده ب5 جنيه، انا خدته نصه بس، وبستخدمه حلو جدا، معطر ومعقم حلو جدا جدا. عندك ديتول مفيش مشكله، عندك اي نوع تاني معقم ومطهر حلو جدا. كمان عايزه اقول لك حطيت معلقه كبيره من الملح، بس تقريبا الفيديو مش عارفه ايه اللي حصل ما اتصورتش. كمان حطيت شويه صغيرين كده من اي نوع برسيل جل عندك او اوكسجل اي نوع يعني. الخلطه دي بقى كفيله ان هي تخلي لك الحمام بتاعك بيبرق بجد بجد تحفه، ريحه ونظافه وتعطير وجمال، حاجه اللهم بارك. وهتغسليه ازاي النهارده؟ هقول لك النهارده بطريقه سهله خالص، مش هتحتاجي بقى لا تعب ولا مجهود ولا اي حاجه. انا بوريكي بقى الاسمرار والاصفرار والدنيا. كان بيت بقى ادي كده شاور للحمام بتاعي. إيه عملت طبعا، جبت كده الفرشه المخصصه للحمام. طبعا مين هيقول لي الصابونه المتعلقه دي عاملاها في فيديو حلو جدا جدا، هسيب لك اللينك في الوصف ان شاء الله. فكره روعه جدا جدا. بالمقشه كده، المقشه طبعا مش خشنه قوي ولا ناعمه قوي، هي وسط شويه. وهتجيبي كده بالحوق مع الكلوركس مع الديتول مع، بصي روعة 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 تنظيف وتداوي كمان الشباك وأي حتة عندك في قلب الحمام بتاعك. بصي ما تبخليش بقى على نفسك، تقريبا مش هياخد منك 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق وعد مني ليكي هتخلي الحمام بتاعك كله بيبرق. وطبعا لو الحمام والمطبخ نضاف، أكيد أنا متأكدة ان انت كست بيت لو حمامك ومطبخك نظيف الدنيا كلها نظيفه بالنسبه لك. بوريك ان انا ما سبتش منه اي فتفوته. جبته بقى، الحمام بتاعي مش كبير، جبت بقى بصي شايفه الرغوه عامله ازاي؟ الرغوه دي بتغسلني من جوه والله العظيم. الرغوه دي خطيره. وبعد كده اهم مرحله من مرحله الدعك والرغوه التشطيف. شطفي السيراميك بتاعك كويس جدا، هتلاقي بقى اللمعان والنظافه والريحه والتعقيم حاجه اللهم بارك. جربي الخلطة بتاعتي دي سهلة خالص خالص، تعمليها في ثانية وانت واقفة. وتقدري كمان تعمليها كمية كبيرة وتعينيها في قلب الازايز كده عندك وتاخدي منها. كمان تحت الحوض ما نسيناهوش، الحوض نفسه ما نسيناهوش، بصي كل مكان. تقريبا ما خدش مني ربع ساعة، ربع ساعة غسيل وتشطيف، خليت الحمام بتاعنا بيبرق وزي الفل. وهي دي النتيجة، شايفين اللون بتاعه بقى عامل ازاي؟ اظن بقى القاعدة بتلمع والهبانيو بيلمع وكل حتة في الحمام بتلمع. تحفة اللهم بارك بقى زي الفل. مش محتاج مني بقى ان انا اشتري منظفات ولا اشتري اي حاجة ولا. بصي شوية حاجات موجودة عندك في قلب البيت، شايفة اللمعة في السيراميك عاملة ازاي؟ كمنه ابيض في احمر كده، فلا اي يعني اقل مجهود فيه بيبان النظافة واللمعان.